لو هتتعامل مع العملاء في امريكا او هتحصل مبالغ في امريكا وكده، هيطلب منك حساب بنكي امريكي مش بيعترف بالحسابات البنكيه العربيه. طب يا عم انا فهمت كل الحاجات ديت وقررت ابدا شركتي او اسس شركه في امريكا واطلع الحساب البنكي واجيب الارقام دي كلها او المستندات دي كلها عشان لما تطلب مني اعمل ايه؟ وكل ده بيتم اونلاين، مش محتاج بقى تروح شركه او تقدم ورق في سفاره او تعمل كل الحاجات دي وانت قاعد في البيت. طبعا انت اكيد متابع وسمعت عن الحرب الشعواء بين ترامب والصين، بس هل يا ترى شغلك اونلاين هيتاثر بالكلام ده؟ لو بتفكر تبيع في امريكا او تاسس شركتك، ايه اللي انت محتاجه عشان تعمل دوت من البيت؟ وازاي تتغلب على مشاكل الدفع بتاعه سترايب او باي بال، بوابات الدفع يعني، بالذات لما يطلب منك الاي اي ان او الايتن. ده غير بقى الناس الجميله بتاعه تيك توك الامريكي طبعا وبتاعه امازون اللي حابه تقلل الضرائب بتاعتها او تحط معلومات معينه عشان تقدر تسحب ارباح. المفروض يعملوا ايه؟ الله ينور عليك، دي الاسئله اللي هنجاوبهم مع بعض في الفيديو ده. السلام عليكم، فيديو جديد بنتكلم فيه عن الاونلاين بيزنس وتاسيس الشركات، بالذات وسط القلق اللي حاصل بين ترامب وامريكا من ناحيه والصين من ناحيه ثانيه. ندخل في الموضوع على طول، بس لو اول مره تشوفني انا محمود سعد في القناه اللذيذه بتاعتنا بنتكلم عن البرنت اون ديماند ومجالات ربحيه ثانيه زي الدروب شيبنج او الاي كوميرس عموما اللي ممكن تعملها وتبداها من البيت. بعد بهدله كتير بين ترامب والصين اتفقوا اخيرا ان هم يقللوا الجمارك بتاعتهم. امريكا قللت الجمارك من 145 ل 30% والصين قللت من 125% ل 10%. وده مش مجرد خبر اقتصادي عادي، ده خبر ممتاز لاي حد شغال في الاي كوميرس، لان ده معناه ببساطه اسعار اقل للمنتجات بتاعتك، اسعار شحن اقل، وبالتالي ربحك اعلى. وللعلم حتى لما كانت الجمارك مولعه الاي كوميرس دايما بتكبر وكانت بتبيع وماشيه زي الفل. ابسط مثال على كده ان السوق العالمي حجمه وصل في 2024 ل 18.7 تريليون دولار، متوقع يوصل ل 75 تريليون بحلول عام 2034. طبعا ارقام مرعبه لازم يكون ليك نصيب فيها. المهم دلوقتي ان اللي بيحصل هو فرصه ذهبيه ان انت تبدا تجهز نفسك لموجه النمو اللي جاي. بس في مشكله صغيره دلوقتي، لو ربنا كرمك وقررت تفتح شركه في امريكا بتقدم خدمات معينه او بتبيع منتجات معينه طبعا عن طريق دروب شيبنج، في مشكله هتقابلك في بوابات الدفع. ازاي تستقبل ارباحك او الفلوس بتاعتك من العملاء بتوعك في امريكا بالدولار الامريكي طبعا وانت موجود في دوله عربيه او موجود مثلا في مصر؟ هتتفاجئ ان في بوابات دفع زي سترايب او باي بال بتطلب منك طلبات معينه، زي ان انت المفروض تبقى شركه او عندك عنوان موجود في امريكا او حساب بنكي اصلا امريكي. وكمان بيطلبوا حاجات زي الاي اي ان والايتن، حاجات معقده كده. يعني ايه الاي اي ان؟ يعني ايه الايتن؟ وليه محتاج اصلا حساب بنكي امريكي هناك؟ انا في الفيديو دوت هقول لك ازاي قدمت طلب تاسيس شركه في امريكا بالاي اي ان والايتن وكل الكلام دوت وانا قاعد في البيت. بس قبل ما نبدا في كام حاجه لازم تفهمها كويس الاول. اول حاجه، يعني ايه الشركه الامريكيه اصلا او ال LLC Limited Liability Company؟ ال LLC او الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هو نوع من انواع الشركات الامريكيه واللي هيناسبك تبدا بيه. بتديك كيان قانوني مستقل، يعني تقدر تفتح بيه حسابات بنكيه وكمان تتعامل مع بوابات دفع زي سترايب وباي بال وتبدا شغلك بشكل رسمي. والاجمل انك تقدر تعملها وانت قاعد في البيت، وهقول لك ازاي. تاني حاجه معاك وهي الاي اي ان، وده عباره عن رقم ضريبي خاص بالشركه بتاعتك، Employer Identification Number، زي رقم قومي كده للكيان، لان الناس هناك في امريكا مش شغاله كده بالحب، كل حاجه منظمه وكل حاجه لازم تبقى تابعه للضرايب اللي هناك. طب ليه انت محتاجه؟ لان كده باي بال وسترايب والكيانات دي كلها بتطلب الرقم ده، فبالتالي لازم تاسس شركه الاول عشان تطلع الرقم ده. نيجي بقى للي هتشوفه كتير في مجالات مختلفه حتى لو مش هتاسس شركه، وهو الايتن. ده الرقم الضريبي الخاص بيك انت كفرد مش شركه. المفروض هو بديل لحاجه اسمها SSN لو انت امريكي او مقيم هناك، بس عشان انت مش مقيم هناك بتطلع حاجه بديله وهي اسمها الايتن. اللي محتاج تعرفه في الموضوع دوت ان انت لما يطلب منك الرقم ده المفروض يكون جاهز معاك علشان تدخله في بوابه دفع زي باي بال وسترايب احيانا، او لو انت عندك حساب تيك توك امريكي بتعمل يعني ارباح على الفيوز اللي هناك هيطلبوا منك، او لو انت شغال في امازون KDP او حتى امازون ميرش باي امازون وكده بتدخله عشان تقلل الضرائب المستقطعه من حسابك. نيجي بقى للحساب البنكي الامريكي وليه محتاج تفتحه. ببساطه لان اغلب الشركات وبوابات الدفع زي شوبيفاي او سترايب لو هتتعامل مع العملاء في امريكا او هتحصل مبالغ في امريكا وكده، هيطلب منك حساب بنكي امريكي مش بيعترف بالحسابات البنكيه العربيه. وغير كده اصلا العمله اللي هتظهر قدام العميل المفروض هي ظاهره في الويب سايت بتاعك او في الاعلان بالدولار. المفروض لما يدخل على بوابه الدفع يلاقيها بالدولار زي ما هي ونفس القيمه. لو لاحظ ان هي متغيره بالجنيه مثلا او بالدينار او ايا كان، مش هيطمن وهيقلق وهيلغي عمليه الشراء كلها. طب يا عم انا فهمت كل الحاجات ديت وقررت ابدا شركتي او اسس شركه في امريكا واطلع الحساب البنكي واجيب الارقام دي كلها او المستندات دي كلها عشان لما تطلب مني اعمل ايه؟ المفروض بتريح دماغك وتعمل زي ما انا عملت وتروح لوكيل رسمي معتمد يخلص لك كل دوت من البيت مقابل رسوم معينه. وما تقلقش من موضوع الرسوم، انا هقول لك ازاي نخفضها في الاخر. طبعا انا دورت ووفرت عليك الكلام ده كله. بنتعامل بقالنا سنتين 3 مع وكيل معين موجود معانا هنا في القناه، عملنا عنه فيديوهين ودي ريفيوز الناس اللي اتعاملت معاه بالفعل في وسط ريفيوز ثانيه كتير. وهو ذا ايتن شركه معتمده مسجله وتمام زي الفل مضمونه، يعني بتخلص لك كل الحاجات ديت من البيت، بتساعدك في تاسيس الشركه ال LLC، بتستخرج لك الاي اي ان
والايتن برضو تديك عنوان تجاري امريكي وحساب بنك امريكي وكمان شريحه موبايل امريكيه فيزيكال في ايدك عشان تستخدمها طبعا تجوال وتتكلم وكده مع العملاء بتوعك او تاكد الاوردرات او ايا كان تتواصل معاهم ليه. والجميل بقى ان هي بتقدم لك دعم خطوه بخطوه في اي مشكله واقعه معاك في سترايب، بايبال، امازون او ايا كان انت محتاج الداتا دي ليه، بتتكلم معاك او بتتواصل معاك بشكل شخصي وبتعرفك تعمل ايه بالظبط. وكل ده بيتم اونلاين، مش محتاج بقى تروح شركه او تقدم ورق في سفاره او تعمل كل الحاجات دي وانت قاعد في البيت. تعال اقول لك ازاي تعمل دوت على الويب سايت بتاعهم وازاي تقلل السعر. بكل بساطه تقفل ديت، بعدين تيجي هنا وتكتب مثلا محمود سعد عمر احمد مثلا، يعني اسمك بالكامل. بعدين هتعلم ان انت عايز شركه بالاي ان بالبيزنس ادريس، دي التكلفه هقول لك برضه نخفضها ازاي. اسم الشركه مثلا محمود سعد، ده النوع بتاعها، وتيجي على الولايه وتختار نيو مكسيكو. دي تقريبا الولايه الوحيده اللي تكلفتها صفر، ولايات تانية طبعا $100 و$50 وحاجات كده انت اولى بيها يعني. بعدين اوردر ناو. بص بقى يا سيدي، هنا بيفتح لك ابلكيشن بسيط كده علشان تكمل الطلب بتاعك وتعمل اكونت. هنا بتكتب الايميل بتاعك، بعدين بتنزل تكتب العنوان بتاعك اللي موجود في مصر، يعني الداتا دي ملهاش دعوه بالبيزنس او الشركه، انت كده كده هتعمل دوت قدام. هنا بتكتب عنوانك انت في مصر او ايا كان انت عايش فين. بعدين بتختار البلد تبقى مصر مثلا، الزيب كود، الرمز البريدي تقدر تجيبه من على جوجل عادي، والولايه او المحافظه بتاعتك بعد ما تغير البلد بتتغير. تكتب رقم الموبايل بتاعك. نيجي هنا لموضوع الدفع. لما تدخل بياناتك وتيجي على اليمين كده بتشوف لو انت عايز تسرع العمليه ديت اكتر بتعلم هنا، بس طبعا بيزودك او بيزود التكلفه عليك. ولو عاوز تطلب بالخط لانه حاجه اوبشنال مش اساسيه بتدوس هنا. لو محتاج الفي بي اس سيرفر طبعا دوت ديديكيتد سيرفر كمبيوتر يعني يبقى عليه الداتا والشغل بتاعك، ما اعتقدش اغلب الناس هتحتاجه يعني. بس في كل الاحوال خلينا ناخد الشركه بس بالايتن. تيجي تحت بقى على موضوع البرومو كود وتكتب محمود سعد، تدوس ابلاي وهتلاقي القيمه عندك قلت $50 انت اولى بيهم. بعد ما بتعمل كومبليت اوردر المفروض بيعمل الاكونت بتاعك وبتدخل على الداشبورد بيتواصلوا معاك يقول لك تكمل ايه وتعمل ايه وبيكمل معاك للاخر. ما تقلقش، شركه ذا ايتن مضمونه جدا. الناس عندنا هنا في القناه شغالين معاهم بقالنا سنين، كل شويه حد يدخل يبعت لي ريفيو ان هو اشتغل معاهم وتمام. غير كده لو اتاخروا عليك في اي حاجه او حصلت اي مشكله وهي الحمد لله ما حصلتش، ابعت لي على الانستجرام وهتابع معاك بشكل شخصي. واحب اقول لك التجاره الالكترونيه دايما في صعود، والخدمات اللي محتاجها بقت متاحه لحد عندك في البيت. فما تكسلش وما تضيعش وقت وابدا دلوقتي شركتك في امريكا مع ذا ايتن. بس قبل طبعا ما تروح وتعمل كل دوت اتاكد الاول من البيزنس موديل بتاعك وادرس السوق كويس واختار اسم كويس مش موجود، بعد كده ابدا على بركه الله معاهم. تلاقي لينك في الوصف او الكومنت مع كود التخفيض. بالتوفيق. لو عندك اي سؤال انا بتابع الكومنتات كلها. سلام.